اسكوبار الصحراء، اكيد تكونوا سمعتوا بهذا الاسم، خصوصا في واحد القضيه اللي كانت هزت الراي العام في المغرب واللي كانت خلات كلشي كيسول شكون هو هذا الشخص وعلاش اصلا الاسم ديالو غادي يرتبط بمسؤولين وشخصيات معروفين عندنا في البلاد. اليوم غادي نعاود لكم القصه باختصار من البدايه حتى لاخر حكم اللي كانت تصدر البارح. القصه غادي تبدا مع واحد الشخص من اصول ماليه، الاسم ديالو الحاج حمد بن ابراهيم، واللي غادي يتشهر بلقب اسكوبار الصحراء. هذا اللقب اللي ما جاش من فراغ، وانما بسبب الاشتباه في ارتباطه بشبكات دوليه لتهريب المخدرات عبر منطقه الساحل والصحراء. ومن بعد سنوات من المطارده غادي يتم التوقيف ديالو في المغرب. طبعا غادي تصدر في حقه حكم بالسجن، لكن القصه ديالو ما سالاتش هنا. من داخل اسوار السجن اسكوبار غادي يخرج بتصريحات خطيره، واللي قال فيها انه عنده علاقه ومعاملات مع شخصيات معروفه، من بينهم منتخبون ومسؤولون ورجال اعمال في المغرب. هذه التصريحات كانت هي هذيك الشراره اللي خلات السلطات يفتحوا واحد التحقيق اللي كبير. موراها الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه غادي تبدا واحد التحقيق اللي غادي يستمر شهور، وغادي يستعملوا واحد العدد كبير من الشهود، جمعوا وثائق ومعطيات، وغادي يتم تقديم الملف امام القضاء. ومع تطور القضيه غادي يتم اعتقال شخصيات بارزه، من بينها سعيد النصيري الرئيس السابق لنادي الوداد ورئيس مجلس عماله الدار البيضاء، وكذلك عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهه الشرق، بالاضافه لمتهمين وحدين اخرين. وحسب ما هو متداول النيابه العامه غتوجه لهم واحد التهم اللي من بينها الاتجار الدولي بالمخدرات، تبييض الاموال، استغلال النفوذ والتزوير. لكن المتهمين غادي ينفيو جميع التهم وغادي يبقاو ياكدوا امام المحكمه انهم ابرياء. ومن بعد جلسات طويله اللي دامت شهور، البارح غادي تصدر الحكم الابتدائي. غادي يتحكم على سعيد النصيري ب10 سنوات سجنا نافذا، وعلى عبد النبي بعيوي ب12 عام سجنا نافذا. وكذلك غادي تصدروا احكام اخرين في حق المتهمين الاخرين حسب درجه المتابعه ديال كل واحد فيهم. لكن خصنا ضروري نوضحوا ان هذه الاحكام كتبقى غير احكام ابتدائيه، يعني من حق جميع المحكوم عليهم انهم يطعنوا في الحكم امام محكمه الاستئناف. وبالتالي القضيه مازال ما تسداتش بشكل نهائي، وممكن تعرف تطورات جديده في المراحل المقبله. بالنسبه للناس اللي كانوا متابعين هذه القضيه، واش كنتم متوقعين هذا الحكم؟ خليوا لي رايكم في التعليق، وما تنساوش تتابعوني باش يوصلكم كاع القضايا اللي كندير. ولا كنتوا وصلتوا حتى لهنا خليوا اعجاب للفيديو كتشجيع، ونتلاقاو في قضيه جديده.